مكالمات جماعيه مع اصدقاء. تمام. واصدقاء طمعوا بيك واخذوا رقمك. واحد الاصدقاء هددك انه صورك انت اللي بعثتيها لحبيبك، وانا اجزم انها كانت صور خلاعيه، انا اجزم لك. تمام صح؟ انا اجزم. تمام؟ اذا تمام انها صور خلاعيه. اخذ الموبايل من صديقه وقام يهددك بالصور، انك يا اما تجين اسوي الشغله اللي اريدها يا اما انطي صور لاهلك، صح؟ لا ما هددني بهذا. لا شنو انت قلتي لي اللي هددني؟ اني اعطي صور لاهلي بالشغله اللي قلت لك عليه. انه بس وحده شنو هددك؟ انه الصور يمه. تمام؟ الصور يمه، اما تنطيني الشغله الامانه اللي انا يلوتها. اوكي، يا اما تنطيني الشغله اللي انا اريدها يا اما انشر الصور، صح؟ اي. ما هو انا هذا اللي قلته. من مره دز صوره على موبايله. اذا انا هذا اللي قلته، ما قلت غير شيء، انه لين صورك يمه وهي صور خلاعيه. هو ما طلب مني غير شغلات، طلب مني ايش؟ ملابس. طلب منك ملابس داخليه. هذا تعتبر غير شغلات. على العموم بس ارجع واقول اللي يهدد بنت ويريد منها شغله، يريد منها فعل، ما يطلب منها ملابس داخليه. على العموم راح انا اسايرك وراح اجواج، طلب منه ملابس داخليه، اوكي. ومن بعد ما قام يظل يهدد انك اعطيتيه ملابس الداخليه. تمام؟ طيب وحبيبك عرف وشنو اللي سوى؟ راح للشاب ورجع لك الميموري صورك، ورجع لك ملابسك، صح؟ لا الميموري ما عنده صور هو تم. ورجع لك الملابس. ايه. واكيد انك لبستين. طيب سؤال، هم اريد اعيد هذا السؤال حتى البنات يسمعون. هل رجعت المياه المجاريها؟ رجع لك حاجتك. هل رجعت حاجتك مكانها؟ لا. صح المياه تعود المجاريها بس ما تعود صالح للشرب، وانك بنت وان عاد ملابسك الداخليه، بس ما عاد الشرف مكانه ولا عادت الاخلاق مكانها. على البنت ان الثق لازم اول شيء بالله سبحانه وتعالى حتى لا يخيبه، وما ثقت بالله سبحانه وتعالى لازم ما تثق باحد. انا حاولت اخابرك. تخابري منو؟ خابرك انت، حتى اقول لك انت انا واقعه مشكله ودزيت اكثر من مسج. على البرنامج دزيتي مسج ولا وين؟ على البرنامج. وليش ما خابرتيني على البرنامج؟ ما تنسحب. حتى مره من المرات حصلت بس ما حاولت اعجو وانقطع الخط مالتي خلت راسي. شنو كان لقبك بالبرنامج؟ بدلاهات. والله انا اعتذر، تمنيت لو مخابرتني. بالله الكريم كنت واقعه مشكله بس اتعرض بيها. بالله الكريم قاموا يفوتوني البيت وقاموا وش اللي طلبوا منك؟ مجرد بس هي عايشة. والله لو متصلة بي انا اسف لان البرنامج اسوي ما اقدر بداله مو بيدنا. ما شاء الله الاخوان يتصلون على البرنامج 24 ساعه ولا ينطون مجال. انا دائما هو قاعد يلومني وقاعد يقول لي فهمتني. انت تريد اقول لك؟ تريد اقول لك اصدقائك انت قالوا لي؟ تريد اقول لك ان هم طبوا البيت؟ تريد اقول لك ما خلوا شيء ما سووا؟ هم طابين يعني البيت؟ خلاص ايه طبوا البيت ويتقربوا حتى لاهلي واخذوا ارقام اهلي. جميل. يعني انا شو تريد مني اسوي لك؟ حتى خلاص انت وصفتني بالهاينه والما اسوى خلاص. بس لا تبقى تقول لي كل شويه كل دقيقه هاينه. اما تبقى وياي وتنسى الماضي. اما تعرفني في حالي. بالله الكريم مو بس بعينه انا صرت حتى اهله دروا بهذا الموضوع. زين انت شو تحسين؟ شنو الافضل بالنسبه له وبالنسبه لك؟ انه هو اصدقائه تعدوا عليك واخذوا منك شغلات مو حلوه وكانوا يهددونك بالصور، الصور اللي انت بعثتيه له. مو لازم هو من الذنب يقع عليه انه ليش مبقي صور بموبايله؟ ليش يطلب منك صور اباحيه؟ انا دائما كنت اقول وانصح البنات. حتى اني غلطت. يا بنت اسمعيني، حتى البنات يتعظون. اوكي ابعث صور لحبيبي، لو بعثت الا ابعث لابد ابعث له صوره، بس اتمنى حبذا تكون صوره محتشمه، حتى اللي يهدد نقول خلاص كانت صوره يم صديقتي وما يقدر يهدد. بس انك تبعثي له صور عاريه فكيف باكر يهددك؟ يقدر يهدد عليك، الحجه تقع انه شنو الموضوع؟ صور عاريه، كيف تبعثين صديقتي صور عاريه؟ فاللي يبعث صور يا بنات خلاه يبعث صور، لان راح يصير حال هاي البنت. اكو ناس تهدد، اكو ناس ما تخاف من الله سبحانه وتعالى، اكو ناس ما تقول انه اكو الله اصلا موجود ولا يعترفون بمحمد عليه الصلاه والسلام. واللي ما يعترف بالله سبحانه وتعالى ما يعترف بالبشر ويستغلهم مثل ما استغلوا البنت. انا اشوف الذنب يقع عليك انت اولا. اول شيء بعثتي له صور، ويا ريت لو صور محتشمه، بعثتي له صور اباحيه، اصوك منك يا بنت.
لو ما بعثت له صور، لو بعثت له صور اعتياديه كان لنا غير حل. بما انه بعثت صور يبقى حيصوت منك. صوت الثاني، انا تمنيت قبل لا تنطينا هذا اللي يهددك هاي الشغلات المو حلوه ويجي لبيتكم، تمنيت لو تروحين تقولين لابوك ولامك، خلي ابوك يرزلك ويضربك ويهينك، وهو امك ترزلك، وهو امك مو غريبه، احسن من ما شخص اخر يهيننا ويرزلنا ويتعدى علينا وياخذ منا شغلات مو حلوه. فانت ياهو الاحسن الك. يلا تعالي خلينا نركز. ابوك يهينك ويحكي عليك، وامك لو شخص غريب يجي لبيتكم يتعدى عليك وياخذ الشغلات اللي يريدها ويهددك بالصور، ياهو الاحسن. يلا هاي كفتين. الاب اللي يهيننا ولا شخص يهيننا ويهددنا؟ شنو باعتقاد الجواب ايش راح يكون؟ هاي يا بنت. الاب اما الغريب؟ الاب اكيد. لا تجاوبين، انت ما قدرتي بوك تختارين الاهل. البنت اللي تقع بيك مشكله، تقع بيك مشكله، خل تختار الاهل. خل تروح تقول لامها، تقول اليوم انا هيك صارت هيك وهيك وهيك، هو قاعد يهدد. انا ما قاعده انسانيه حتى اشرح له، حتى والله اشرح لوالدتك. انت صح ما خبرتيني وما حصلتي البرنامج، وانا اسف لان بعثتي لي مراسيل ما قدرت احولك على الجو. السبب مو مني اني، المستمعين ما شاء الله ما انطونا مجال انه دائما يتصلون بالبرنامج، جزاهم الله كل خير. فانا اعتذر لان ما خليتك تحصلين، بس هم السبب مو صوت مني. خلص احكي ويا امك، كانت تحكيني ويا امك، كانت تفهمين الحبيب اصلا. ما فهمتي امك، كانت تقولي لحبيبك انه صديقك قاعد يهددني بالصور اللي انا بعثتهن لك. كان خليه هو يتدخل، هو مو رجل، مو اما انت بيه، فكان هو تخليه يتدخل. بس انت ما تحسين انه يمكن هو اللي منطي الصور؟ ماكو احساس انه هو اللي منطي الصور، خلاص يريد يخلص منك ويتآمر عليك مثل ما هواي الشباب ما يريدون يتخلصون من بنت يبعثون صور لصديقه. ما في شيء قلت لي وقال لي لا. اذا ما تشكين بي، تمام؟ لا بالعكس، هو واجه الدنيا كلها على مود، تحدى اهله كلهم على مود. انا تمنيت لو تقولين لاهلك قبل لا تقعين في هذا الخطا. اختي العزيزه والغاليه، انا وقعت بيه. دام انك واقعه بالخطا، خلينا نبدي هسه نحل المشكله. نعم شنو؟ هو قاري رسائل الان جذبتهن صديقي. وشنو نوع الرسائل؟ انت توصل لي حتى يرجع لي الامانه مالتي. اختي العزيزه، بما انه صار اللي صار، اسمعيني، بما انه صار اللي صار، ممكن ما نظل نحكي بالمشكله، نفكر نلقي لها حل انا وياك، مو بس نقعد نحكي بالمشكله، خلاص مشكله عرفناها، ممكن نبدي نلقي حل انا وياك. اذا انا اقول لك من المحال ان ترجعين لذاك الشخص، بما انه اخوه موجود كان يحبك انا اسفه على مقاطعتك، بس ممكن نطلب منك طلب؟ اطلبي. هو يحكي لك قلب قلبه، من حقه بنت حفاء 4 سنين يتحدى الدنيا كلها على مود. طيب هو حاليا وده يتصل حبيبك يحكي وياي حاليا؟ اي يعمل مكالمه جماعيه، خليه يعطينا اسم احكي وياه. نعم خلاص طلع على الخط، اعمل لي مكالمه جماعيه ان شاء الله. نظل على الخط. خلاص خليه يتصل بيش حاليا ونظل بالاجواء، ما ناخذ فاصل صغير، خليه يتكلم بالموضوع. اتصلي بحبيبك خليه يعمل مكالمه جماعيه على الهواء، تمام؟ خلينا ننتظر الاخت. اوكي، والله نصيحه لكل بنت، وانا دائما انصحهم بالبرنامج، للي يبعث صور للحبيب لا يبعث صور عاريه، لا تبعث صور عاريه، جزاكم الله كل خير. لو الشاب الا تدزي لي صور للبنت لا تدز له صور خلاعيه، حتى باكر يضيع الموبايل يهدد، حتى يمكن هو الشاب يهدد، ما يقدر يهددنا صور ما شاء الله مو لابسه من غير هدوم على قولة عادل الامام، لا انا لابسه هدومي وانا محتشمه. اوكي، لو يهدد انا اقول لاهلي والله صوره كانت لصديقتي، بعث الصوره لصديقتي وضاعت الصوره، اقدر القي اعذار، بس لا اقع مثل هذا اوقع هيك وقعه. انا حسبنا الله وسيأتينا الله من فضله انا الى الله راغبون، دعاء على المسلم ان يقول دائما. الناس بدت ما ترحم، هي الناس هاي اصوي بجوي، الناس ما تخاف قامت من الله سبحانه وتعالى، كيف تخاف من العبد؟ الناس ما ترحم. اجى رجل على الرسول عليه الصلاه والسلام هو متمسك بالرسول، اذن لي بالزنا، اذن لي بالزنا، منتهي يريد يزني خلص ما عاد يتحمله، هو شاب. قال لو ترضاها لامك لخالتك لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس ما يرضونها لامهاتهم. فانت انظر لاختك، ترضى اختك تقع بهذا الخطا؟ ترضى؟ ان رضيت فافعل، اكيد ما راح ترضى. نعم رجعوا لي. الو الو، مساء الخير. مساء المحبه، حياك الله. وياك عبود. حياك الله يا عبود، وحياك الله يا ايش من ويانا اخت بعدها؟ صدقات. حياكم الله اثنيناتكم. سمعت مني الاخت اللي صاحبك مهددها وماخذ منها صور وماخذ منها اللي يريده، سمعت؟ تمام راح تسمع مني. اسمعني حتى ما ندخل نشعب انا وياك. هذا اللي مسويه صاحبك هو حاليا، وش ردك؟ ترجع معاها ولا رجوع من المستحيل؟ صور ما كان اكو. شلون؟ صور ما كان اكو خلاعية.
وين صور اعتياديه؟ هي تقول صور. ما أخي كان الكريم. اكو يمه هو صور. اخي ما كان الكريم الغالي، حاجة بس صور، اسمعني. مجرد استفزاز كان. مجرد استفزاز باوع. هي تكلمت انه كان موجوده صور وكان انت لا تجي تبرر لي، انت تعال لي بس جاوب على هي اللي قالته، اوكي؟ لا تبرر لي هي ما قال، ان حقك انه ما كانت خلع وانه تحاول تبرر كونك رجل، انا وياك وحقك. عبود حبيبي ابتعد شوي عن الراديو، ابتعد عن الراديو، لا تقعد تبرر، انت بس تحكي لي ايش سمعت منها حاليا وهو هذا الصدق، بس ابتعد عن الراديو بعد حتى اسمع صوتك بشكل واضح. جزاكم الله كل خير، ابتعدوا حتى اسمع صوتكم بشكل واضح. هسه تمام. ابتعد بعد حبيبي، ابتعد، اسمعني من الموبايل. عبودي حبيبي وياك. سمعت اللي قالته؟ هي قالت انه انا حتكلم لك شغله اللي اريده، هو حبيبي ما يعرف. قبل لا نقطع الخط، راح اقطع الخط انا عليكم. ابتعد عن الراديو للمره الاخيره. انا بعيد عن الراديو. خليها تبتعد عن الراديو، اخوتنا ابتعدي عن الراديو للمره الاخيره. الو. وياك. احسنت واحسنت. ابدي هسه احكي لي من الاخير، خلهم ما يخالف. انت سمعت اللي تقوله، ترجع معها ولا ما ترجع؟ اللي انكسر ما يصلح. اللي انكسر ما يصلح، بعد ما تقدر ترجع معها. تمام. تمام. ما هذا صديقك اللي اخذ منها اللي يريده ودمرها. بعدك عندك تواصل وياه ولا ما عندك؟ بصراحة احب اخذ حقي بيدي. ايش راح يعني شلون تاخذ حقك بيدك؟ ايش راح تسوي؟ دائما اللي يقدرني اقطع. يعني تغدر صديقك. تمام. طبعا هذا شيء اكيد، لان هذا من حقي، لان 4 سنوات الحب الاول كان لي. خلاص هو من خذ. اول مرة. اذا حبيبه يا الحبيبه، سمعت الشيء اللي قال انه ما عاد يرجع معك. تمام. مستحيل هذا الشيء. قاعد اريد اسمع منها. سمعتي انت سمعت. انه ما راح يرجع وياك؟ دام انه ما راح ترجع لها، اتمنى بعد ما تاخذ رقمها، واتمنى هي تغير سيم كارتها. المياه ما راح تعود صالحه للشرب وما راح ترجع لمجاريها. هي ما راح تقدر، بس انا اللي راح اقدر. اذا انت راح تغير سيم كارتك. تمام. ماشي. من هاللحظه تسد الخط مني، تغير سيم كارتك. اما موضوع صديقك اللي عمل هاي العمله اللي الله سبحانه وتعالى ما يقبل ولا رسوله يقبل عليه الصلاه والسلام، انا اشوف ان تترك لله سبحانه وتعالى، هو الله ياخذ حقك. شنو الاحسن، انك انت تاخذ حقك بيدك ولا الله سبحانه وتعالى ياخذ حقك؟ لا طبعا الله. اذا انتهى الموضوع، تسلم امرك لله سبحانه وتعالى وتوعدني انك ما تعمل معاي عمل، بس بعد ما تحكي لصديقك وتسلم امرك لله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى ياخذ حقك من صديقك. وهذا وعد وقدام اذاعتكم الشريفه. انا قدام الله سبحانه وتعالى وعدني، وهو الله يسمع قاعد. قدام كل الناس انا ما راح اسوي اي شيء، يعني انا مو طبع القدر، حاولت اكثر من مره بس ما اقدر. اذا اترك صديقك والله سبحانه وتعالى يجازيه، وغير خطك ولا تتواصل بعدوي الحبيبه، لان دام هي اخوك، انك قلت انه اخويا، هي كانت خالة عينها على اخوي، ومن ثم صديقي، ما تعود القصه مو حلوه، ما راح تعود المياه المجاريه. مو كل الحكي البشر ما يقدر يحكي كل الحكي اللي بداخله. انا قاعد احكم على اللي هي قالته، وانا سمعت منك. حتى شوف انا لو احكم على اللي قلته انت ما يصير ترجع لها، ولو احكم على اللي هي قالتها ما يصير ترجع لها، حتى تعيش حياه حلوه. هذا الكلام حظل طول العمر راح تتذكره انت، وانا نعيش اصبحت انا اقول لك مستحيله معاكم. فانا اللي افضل الفراق، بس تتفارق معها وهي قاعد تسمعنا. تمام. البنت تسمعنا، تتفارقون بكل حب وبكل احترام، مثل ما بديتوا بكل حب واحترام. خلي تكون ايش قصه انتم، حتى المستمعين حاليا يسمعونا يقول خلاص دول الاثنين عبود وصدى الاهات. تمام ولا تسمعيني قاعد؟ اثنيناتهم على الجو تفارقوا بكل حب وبكل احترام، وما تجيب طاريها الا بالخير انت. من أزورك عندي حكي وياك هواية. اذا احتاج شخص مثلك ينصحني. انا على راسي ان شاء الله اثناء برنامج احباب وروح تتصل بي وانا اتشرف بيك، ولكن وعدني اثنيناتكم توعدوني ان بكل حب تنفصلون عن بعض مثل ما بديتوا بكل حب. انا واحد مني. وانت يا بنت اسمع وعدك. بدون اي تردد. وانت يا بنت لا تقدرين، لان الحياه اصبحت مستحيله، لان هو ما قام يرجع لك. لا يا ما قدرت ان شاء الله، ظروف راح نبرر البنت، خلينا نقول الظروف. اتمنى ازورك. زورني الاذاعه. تمام. الشرف بك، تعال حياك الله. ابيع مكان.
ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفر